بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقه زراعه البصل الاخضر بطريقه مميزه جدا وسهله جدا. كل اللي احنا محتاجينه بصل اي حجم ايا كان، مش هتفرق حجم صغير حجم كبير، مش هتفرق خالص. بنجيب البصلايه زي ما انتم شايفين اهو، ونقطعها من فوق كده عشان تسهل خروج البراعم الخضراء. اي مقص عندنا نقطع زي ما انتم شايفين كده. ينفع يتزرع في اي وقت، افضل وقت له هو فصل الخريف. بعد كده بنيجي على التربة بتاعتنا وبنزرعه بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. وتسهيلا وعشان يبقى تكاليف اقل يفضل زراعة البصل الصغير. لو جبنا البصل الصغير هو كله هينفع ان شاء الله معانا، لكن لو البصل الصغير بيكون افضل عشان بيكون تكلفته اقل. جرزناه الحمد لله اهوت، بنسيبه زي ما هو كده وبنجيب المية ونحاول خصوصا في اول رية دي ان احنا نغمره كويس في المية. تابعونا لنهاية الفيديو وان شاء الله هوريكم النتيجة بتاعتنا بقت عاملة ازاي. تابعونا. بعد مرور اسبوع فقط، اسبوع واحد فقط اهوت، ما شاء الله شايفين البصل بقى عامل ازاي. ان شاء الله تابعونا، هوريكم برضو الحصاد في فيديو تاني باذن الله. زراعته سهلة جدا البصل بالطريقة دي ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني يعتبر من اسهل الزراعات اللي ممكن نزرعها. سريع جدا نقدر ناخده للخضار بتاعنا، ولو سيبناه اكتر هيكون رؤوس كمان. في النهاية اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا لمتابعتنا، وتابعونا ان شاء الله لما اعرف كل ما هو جديد في عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.